لعب أول نوفمبر بالحراش. البداية في المباراة كانت لصالح الفريق المحلي ورأسية طوهر التي لم تمر بعيدة. بعد ذلك الحكم بابو حرم اتحاد الحراش من ضربة جزاء شرعية بعد هذه التسديدة ولمس الكرة باليد من طرف مدافع مولودية العلمة، ثم جاء الرد من مولودية العلمة بهذه المخالفة التي تصدى لها الحارس دوخة. الدقيقة 42 من بداية المباراة الحكم بابو يتدارك الخطأ الأول ويعلن عن ضربة جزاء لصالح فريق اتحاد الحراش تولى تنفيذها عيساوي مانحا التقدم لفريقه قبل 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية وصل اتحاد الحراش الضغط وتمكن بنيتو بهذه التسديدة القوية من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من بداية المباراة. مولودية العلمة حاولت الرد بهذه المخالفة المباشرة التي تصدى لها الحارس دوخة، إلى أن جاء الدور على غرب مسعود اللاعب السابق لاتحاد الحراش وبتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة الأفقية، والحكم أعلن عن تقليص النتيجة لصالح مولودية العلمة في الدقيقة 80 من بداية المباراة. المولودية حاولت العودة بهذه التوزيعة التي أبعدها الحارس دوخة واستعمل كامل براعته إلى أن ختم مهرجان الأهداف في المباراة اللاعب بنجاح في الدقيقة 92 من عمر المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة العملية اصطدمت بالدفاع وغالطت حارس فريق مولودية العلمة بارفان. تنتهي المباراة بفوز ثمين لفريق اتحاد الحراش وبثلاثية مقابل هدف.